السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيتما دي السماء غودرار ولا زغارين نختلام الفلاون تسلام راكم تشكال متتابعين القناة الفلاون تسلامين نختلام ان شاء الله. الموضوع نغا الصديقات يا الموضوع باهرا يستهمان اللي هرا يهمان الجالية السوسية اللي نخشى ايطاليا رايانير ان شاء الله الطرز من الخط المباشر بين مدينة بيرغامو مدينة اكادير سيبدأ ان شاء الله 28 اكتوبر اتجاه الصباح. اول خط جوي سينطلق ان شاء الله يوم غد ان شاء الله بين مدينه بيرغامو ومدينه اكادير اللي بهريت اهمان الجاليه رقي السفن ان شاء الله غلوق السفن اللي كيزغ الثمن اللي تسلم كله رويال تسلم تاتي الثمن الثمن خيالي سوغادير يخصك بس 500 اورو الشخص الواحد اتي ثمن ورا الزر ميدار تاعنا يمد تاعنا يمد بزاف د المشاكل الخطوط الملكيه الا ما يدار الباجاج نصغي كناني تاري تدار كازا يبدل كيز الفول يبيردي الباجاج د الوقت الا ما غادي تقلنا 5 سوايع 6 سوايع. المهم غير كان ورتريميد باش كنا تعدى من السفر نكني الحمد لله غير الخطه يهم باهر الجاليه السوسيه اللي خشمه ايطاليا الجاليه كله اللي المنطقه الطاليان كله السواسه اللي الطاليان يقدر ديشك حتى روما بيرغامو باش يزيدوا ديريكت باش اسولو ريسك اللي كان حتى من يضنين الخطه ان شاء الله راه يبدو ريتيلي سي الخطوط اسبوعيا الاثنين الجامع ان شاء الله راه يبدو صباح. اول خط راه يبدو صباح ان شاء الله الاثنين راه يبدو 3 الزويت بيرغامو ارنت لك الطياره اكادير 7 الزويت ولا ذا السودانيين وغادير بيرغامو اد السودان غير 7 وربع 7 ونص ارد لك كامل بيرغامو 11 ديال ان شاء الله نتمنى الخطه باش يستمر غير كله تسلم الدول الاوروبيه كل الدول الاوروبيه اللي قزنت الخط جوي مباشر في مدينه اكادير الا ايطاليا. هذا ما نتمناه ان شاء الله ان يستمر لجاليتنا السوسيه. فيما يخص الجمعيات اللي كله غيد قدمت عده شكايات الى وزاره النقل المغرب ولكن لحد الان اوري اللي والو خصوصا مع رويال ماروك رويال تاتوري تسكن الخط الجوي قال مباشر سوغادير اشكو اللي دارسنا لا دارسنا الافارقه قال المشكل الافارقه اللي تسجنوا الدار البيضاء خصك يسكن نسكان وكان نتمنى ان شاء الله الخطه اللي الرايانير اللي كان الثمن شركه ايرلنديه اللي كان اللي يهم الجميع نتمنى ان شاء الله الجاليه باش تستفد ماديا ومعنويا جميع الجهات. فيما يخص الامور التيارات يضنين نتمنى ان شاء الله باش تيليات المنافسه التيارات يضنين اللي ريت الدوسو غادير باش تيليات المنافسه مشرفه القضيه نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.